هل سألت نفسك يوما: هل الله يحبني؟ قد يراودك هذا السؤال في لحظات الوحدة أو أثناء مواجهة الصعاب، لكن الجميل أن الله إشارات وعلامات يبعثها لعباده ليقول لهم: أنا أحبكم. فدعني أروي لك 7 علامات إن وجدتها في حياتك فابتسم، لأن الله يحبك حقا. العلامة الأولى: حين تجد نفسك تحافظ على الصلاة وتعود إليها حتى لو تكاسلت، فهذه ليست عادة، بل حب من الله يطرق قلبك. العلامة الثانية: إذا رزقك الله بصديق يذكرك به ويشدك نحو الخير ويبعدك عن المعصية، فاعلم أن هذا هدية من الله لأنه يحبك. العلامة الثالثة: عندما تمر بابتلاء أو أزمة فتجد قلبك يصبر ويزداد قربا من الله، فهذا دليل محبة، لأن الله يختار أحب عباده ليختبرهم. العلامة الرابعة: حين يفتح الله لك باب الدعاء وتشعر أنك لا تستطيع أن تبدأ يومك أو تنهيه إلا وأنت ترفع يديك إليه، فاعلم أن الله يحب أن يسمع صوتك. العلامة الخامسة: إذا شعرت بلذة في تلاوة القرآن أو عند سماعه، فهذه علامة على أن الله أنار قلبك بنوره. العلامة السادسة: عندما يسهل الله لك أعمال الخير من صدقة أو كلمة طيبة أو مساعدة محتاج، فهذا من دلائل محبته، لأنه يختار القلوب النقية لهذه المهام. العلامة السابعة وأعظمها: أن يختم الله حياتك بحسن الخاتمة. تخيل أن تقبض روحك وأنت في طاعة أو ذكر، أليس هذا أجمل دليل على محبته؟ تذكر، قد لا نشعر دائما، لكن حب الله حاضر في تفاصيل حياتنا. فابحث عن هذه العلامات وادعو الله أن يزيدك منها لتكون من أحبائه المقربين.